الف مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم، عشاق وميديا واداره ولاعبين. ايقاف القيد ال17 وفاضل لهم ايقاف قيد واحد ويكملوا قائمه الماتش من 18 ايقاف قيد، ومتالقين ومترعرعين في الفيفا بالدوسيه الاسود اللي موجود هناك. فان شاء الله لينا كلام في الموضوع دوت. وطبعا احنا عارفين مين السبب وراء ايقاف القيد دوت علشان يعرقل مسيره الزمالك. احمد عيد نجم الزمالك السابق. انتوا قاعدين بتتفرجوا على الزمالك وهو بيلعب نهائي افريقيا وبيشرف مصر وبتتريقوا عليه علشان خسر مباراه الذهاب. انتوا هتبقوا مبسوطين لما فريق جزائري ياخد البطوله. كبد امك يا ابني. اخر مره فاز بيها الاهلي ببطوله الكونفدراليه او حتى شارك فيها كانت سنه 2014. فانا هقول لك اذا لم تستحي فافعل ما شئت. في اجيال طلعت من جمهور الاهلي ما شافتش فريقها متوج بالكونفدراليه. الله يكون في عونهم، وانا لو مكانهم قعدت 14 سنه من غير كونفدراليه كان جالي الضغط والسكر. فلينا رد ناري وعنيف في الموضوع دوت. ومعانا المذيع احمد الطيب اللي هو نتمنى يكون ليه جزء من اسمه، اللي بيقول لك اللي بيتسبب في اللي بيعكر الامور ويعمل توتر. اعلاميين محسوبين على الانديه، طبعا يقصد الكابتن شوبير. كل واحد عامل لي فيها خبير ومدير ونظر وهو ما حصلش يكون فراش. طبعا العلقه لسه مقصره. فبسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه ان شاء الله تنول اعجابكم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وانصر اهلنا في فلسطين واعز الاسلام والمسلمين واحفظ مصر والامه العربيه والاسلاميه اجمعين. كل سنه وحضراتكم طيبين. نخش على الردود الناريه كعادتنا بفضل الله. اوعى تنسى اخوك الدرع بالشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد. اول حاجه بنحب نبارك لعشاق وجماهير واداره وميديا السوشيال ميديا بتاعت نادي الزمالك، القلعه الرياضيه الكبيره، على ايقاف القيد رقم 17. وطبعا ايقاف القيد ده سببه مين؟ سببه النادي الاهلي. هو اللي اتفق مع الفيفا يبعت ايقاف القيد في الوقت ده علشان يعرقل مسيره الفن والهندسه الطاغيه اللي هم هيلعبوا نهائي الكونفدراليه يوم السبت. وطبعا دي شماعات لازم تتعلق قبل خساره اي بطوله او اي ماتش. الاهلي دايما هو اللي متفق مع الناس كلها وهو اللي مسيستم الفيفا عشان يبعت لكم ايقافات القيد. فالف الف مبروك للزمالك وجمهوره وعشاقه. ايقاف القيد ال17 وفاضل لهم ايقاف قيد واحد بس ويكملوا القائمه بتاعه الماتش يبقى 18 ايقاف قيد. طبعا اكبر فرع مفتوح في الفيفا جنايات اكل حقوق لعيبه ومدربين باسم الزمالك هناك، مسجل خطر ونقطه سوداء في الكره الافريقيه عامه لدى الفيفا. نادي الزمالك اللي مشهور باكل حقوق لاعبيه والمدربين بتوعه. ف الف الف مبروك وعقبال ان شاء الله ال 18 وال 19 وتقوموا لنا بالسلامه في ال 21 باذن الله. فالف مبروك للزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه احمد عيد نجم الزمالك السابق. طبعا مش عارف الناس دي حافظه مش فاهمه ازاي واحد مدرب زي ده بيدرب في فرق الدرجه الثانيه يطلع منه الكلام العبثي ده. ازاي واحد كان نجم في منتخب مصر يقول الكلام ده. الناس دي حافظه مش فاهمه. الناس دي بتكره ما بتشوفش. الناس دي حافظه ما بتتعلمش. بيقول لك ايه؟ انتوا قاعدين بتتفرجوا على نادي الزمالك وهو بيلعب نهائي الكونفدراليه وبيشرف مصر. هو بيشرف مصر في ايه بس الاول؟ خد البطوله مثلا فشرف مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين، كان النادي الاهلي بيمثل نفسه، انما الزمالك دلوقتي هو بيمثل مصر وبيشرف مصر. الاهلي لما كان بياخد دوري ابطال افريقيا وشارك في كاس العالم وياخد برونزيه، لا ده كان بيمثل نفسه. انما الزمالك دلوقتي بيشرف مصر و يعني هو اللي بيلعب نهائي افريقيا وهو اللي محافظ على هيبه الكره المصريه في افريقيا. وبتتريقوا عليه عشان خسر مباراه الذهاب. ان شاء الله ويخسر مباراه العوده. انتوا هتبقوا مبسوطين لما فريق جزائري ياخد بطوله من ارض مصر. ده انت راجل نفسك بتطلع تشجع اي فريق يلعب ضد النادي الاهلي. ده انت جمهورك بينزل يسف الفالينات بتاعه الانديه اللي بتلعب النادي الاهلي وبيلف وراه في كل حته
ضد اي لعيب، اي نادي بيلعب ضد النادي الاهلي عشان تشجعوه. هو احنا هنربط الجرافطات بقى وهنمثل على الناس؟ ده انت اول واحد بتتمنى خساره النادي الاهلي وبتقول كده في الاستوديوهات. لسانكو قد كده لما النادي الاهلي بيلعب بيشرف مصر وياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، وتطلع تقول لي لا ده بيمثل نفسه بس. الاهلي لما يكسبك لا ده ما كسبش، ده احنا اللي كسبناه. عته وحولان في الافكار ما تفهمش جاي منين. قال ياخد البطوله من ارض مصر، ان شاء الله ياخدها باذن الله. امال انتوا كنتوا بتسبحوا بحمد الاهلي مثلا؟ استغفر الله العظيم يا رب. لما كان بيلعب في افريقيا ده انتوا كنتوا مالين الشوارع احتفالات لما الاهلي خرج من الترجي. كان خارج هنا فين؟ في اندونيسيا ولا في مصر برضو؟ بيقول لك ايه بقى، اخر مره فاز فيها الاهلي ببطوله الكونفدراليه او حتى شارك فيها كانت من 14 سنه. يا سيدي الفاضل، ما انا بقول لك هو حفظ مش فهم. الاهلي بيشارك، ما بيشاركش في البطوله دي لانه ما بيطلعش ثالث دوري او رابع دوري، لانه منايم القاره من المغرب بفضل رب العالمين، واخد 3 بطولات في 6 سنين ورا بعض، وبيصعد 2 نهائي وبيتغلبهم. الاهلي مش فاضلك ان هو يخش الكونفدراليه. الكونفدراليه دي بتاعت الفرق اللي زي الزمالك تخش ثالث، ياخد كاس الكلام دوت. انما الاهلي حبيب سيد القاره وزعيمها يسيب دوري ابطال افريقيا بمكافئته الكبيره، بمشاركته في كاس العالم للانديه، علشان خاطر يلعب لك في الكونفدراليه عشان نبدي سيادتك انت والناس الزملكاويه اللي مش فاهمين. طب انتوا مش فاهمين وحافظين ومش فاهمين، نعمل في حضرتك ايه يعني؟ عجيبه قوي، اسيب اقوى بطوله في القاره عشان اشارك في الكونفدراليه، عشان يبقى انا كده امحي وصمه العار اللي عندي في تاريخي ان انا شاركت فيها مره واحده بس، والمره اللي شاركتها مثلا خدتها. بيقول لك في اجيال طلعت من جماهير المنافس ما شافتش فريقها متوج ببطوله الكونفدراليه، الله يكون في عونهم. انا لو مكانهم قعدت 14 سنه من غير كونفدراليه كان جالي ضغط وسكر. غيره اللي هو انتوا قاعد 25 سنه ما بياخدش دوري ابطال افريقيا، خلف وابنه اتجوز وابنه خلف ولسه ما شافش بطوله دوري ابطال افريقيا. انت بتتكلم بتقول ايه؟ اجيال ايه اللي هتشوفنا في الكونفدراليه وبناخدها؟ الاجيال بتاعتنا الحمد لله طلعت اقل واحد عنده 6 سنين شاف 4 كونفدراليه، شاف دوري ابطال افريقيا 4 مرات في النادي الاهلي. انت بقى عمرك كام سنه وشفت دوري ابطال افريقيا؟ كام سنه في الزمالك؟ هي مره واحده؟ مرتين؟ انا عن نفسي 12 مره بفضل الله. انت بقى يا لعيب يا كبير يا دولي يا زملكاوي يا فن وهندسه، انت بقى عملت ايه؟ مش مكسوف وانت بتقول كده؟ بتقول الاجيال طالعه مش لاقيه الاهلي في الكونفدراليه. لما واحد يطلع عيل قد كده يقول لك انا ما بشاركش في الكونفدراليه عشان دي بتاعت الثالث والرابع، ما بشاركش في الكونفدراليه عشان انا بطل افريقيا دوري ابطال افريقيا، عشان انا اللي بشرف مصر وافريقيا في كاس العالم للانديه، اسيب ده كله عشان اروح ارضيك انا في الكونفدراليه؟ حاجه طبعا. لو بيقول لك ايه بقى، كان جالي الضغط والسكر، يعني انت كان هيجي لك ضغط وسكر من عدم مشاركتك في الكونفدراليه من 2014 وما جالكش السكر انك انت ما بتشاركش في دوري ابطال افريقيا ولا خدته من 25 سنه؟ ده انه ضغط وسكر ده انت جايبهم من الصين مثلا؟ ولا ضغط وسكر من اللي بنشوفه في جمهور الزمالك؟ ده انتوا اكتر فرقه تجيب لجمهورها ضغط وسكر وجلطات وحالات طلاق وكل حاجه. يا راجل ده انتوا ما فيش غيركم يجلط البني ادمين، ده احنا بنشفق عليكم من نفسكم. نخش على الاستاذ احمد الطيب اللي بنتمنى يكون ليه نصيب من اسمه. طبعا انسان تقيل جدا على قلب كل اهلاوي، مفيش اي اهلاوي بيستلطفه، محدش بيحبه. في ناس زملكاويه بنحبها، ناس محترمه زي كابتن حلمي طولان، الناس كابتن حسن شحاته، الناس دي. انما سبحانك يا رب القبول ده من عند ربنا، مفيش حد بيقبلك يا اخي، مفيش حد بيطيقك. اوعى تفتكر انك دمك خفيف، لا حاشا لله يعني. والتزييف في الحقائق وقلب وطمس الحقائق. بيقول لك ايه اللي بيعكر الامور ويعمل توتر؟ اعلاميين محسوبين على الانديه. انت اول واحد بتعمل توتر وبتعمل تعصب بكلامك اللي مليان سم دايما، بهجومك على الاهلي، في السم من العسل في الكلام اللي انت بتنشره، فاكر ان انت كده واد فتك قوي يعني، واد بتعرف تتكلم حلو قوي في التمانيات وفي المقص والكابتن الخطيب ولو ما حصلش وحصل والكلام ده. ده كله كلام عند جمهور النادي الاهلي ولا يخش في دماغه. احنا بس بنرد عليك عشان ما نسمحش حد يتطاول
او يتجاوز في حق نجم اهلاوي او في حق جمهور الاهلي او ادارته او ناديه، لازم نرد عليك، ده واجبنا. انما غير كده احنا مش شايفينك اساسا. بيقول لك عامل لي فيها خبير ومدير وناظر. طبعا كابتن احمد شوبير البرنامج دلوقتي بتاعه اسمه الناظر. بيقول لك وهو ما حصلش يكون فراش. اعتقد ان هو حصل يكون فراش وناظر لما رقعك علقه في الاستديو ورنك علقه محترمه واهانك قدام الدنيا كلها. اعتقد ان هو كده ناظر يعني. اعتقد ان هو معلم عليك قدام الدنيا كلها واهانك وبهدلك. فتقريبا العلقه يا تاليا لسه ايه مأثره على دماغه، فاهمه؟ لسه العلقه مأثره. تقريبا شوبير ايده تقيله، ما شاء الله كان حارس مرمى، كان بيمسك الكرة كده بايد واحده. يعني حضرت له ماتشات كتير في الاستاد وتدريبات في التتش، ده بيمسك الكرة بايد واحده ما شاء الله، فايده عامله زي خف الجمل. نزلت عليك عملت لك تربنه في افكارك وعملت لك قطع في الرباط الصليبي، مش عارف انت بتقول ايه. شيل شوبير من دماغك يا عم، هو شايلك من دماغه مش شايفك اساسا. ما تطلع يا عم من دماغنا، ما تخليك في ناديك، ما تشوف الايقاف القيد ال 17 والبلاوي اللي انتوا عاملينها لنا وفضحت المطاهر في الفيفا كل شويه ايقاف قيد ايقاف قيد ايقاف قيد. ده ممكن تلاقي بتاع محصل النور يعمل لكم ايقاف قيد، ده ممكن تلاقي شركه الماء تعمل لكم ايقاف قيد. ايه ده يا عم ده؟ ده هتلاقي الحلاقين بتوع اللعيبه يعملوا لكم ايقاف قيد. فخليك مركز في الكلام ده، مركز مع شوبير قوي. العلقه لسه معلمه فيك دلوقتي يا اخي، ده مش عارف شوبير ده والله طلع مفتري. فيعني ده كانت الحاجات اللي موجوده معانا النهارده، حبينا ندردش مع حضراتكم بيها. واوعوا ان شاء الله تنسونا بالشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. سلام عليكم.